السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي أحمد عبد المالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في 4 موضوعات. أول موضوع هنتكلم فيه هو خلاف بين الحاج عامر حسين وبين رابطة الأندية المصرية. تاني موضوع هنتكلم فيه هو تأجيل مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري في الإمارات. تالت موضوع هنتكلم فيه هو جاهزية أحمد فتوح وحسام عبد المجيد لموقعة أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية. آخر موضوع هنتكلم فيه هو تعليمات مستر أوسوريو للاعبين نادي الزمالك قبل موقعة أرتا سولار الجيبوتي. زي ما اتكلمنا هنبدأ في موضوع الخلاف الموجود أو اللي كان موجود بين الحاج عامر حسين وبين رابطة الأندية. الحاج عامر حسين قبل الموسم ما يبتدي كان عايز يخلي الدوري المصري يتعامل من دور واحد، يعني هيكون كان هيكون ساعتها كل فريق هيلعب حوالي 17 اسبوع، هيبقوا من دور واحد وياخدوا الفرق الاولانيه ويلعبوا عليها، يلعبوا زي دوره كده لتحديد بطل الدوري. وكانوا عايزين برضو ياخدوا الفرق اللي هي الاخرانيه في الدوري ويعملوا زي دوره برضو للفريق اللي هو هيقعد في الدوري والفريق اللي هو هيهبط لدور المحترفين. لكن الحاج عامر حسين لما عرض الفكره دي على رابطه الانديه، رابطه الانديه رفضت الفكره لاسباب خاصه بالرعايه، لان طبعا كده الفرق هتلعب مباريات اقل، فطبعا التذاكر والحقوق والرعايه والكلام ده كله هيبقى اقل، فهي رفضت الفكره دي. فتمسكت بالفكره ان الدوري يتلعب من دورين، دور اول ودور تاني. يعني احنا كده ما كناش عارف، يعني احنا مش عارفين الاختصاصات، مش عارفين مين اللي هو المسؤول عن الدوري. هو الرابطه دلوقتي المسؤول عن الدوري ولا اتحاد الكوره ولا مين بالظبط؟ يعني في خلط كبير بين الوظائف وبين الصلاحيات وبين الاختصاصات بين اتحاد الكوره وبين رابطه الانديه. فيا ريت يعني يوضحوا الاختصاصات دي، مثلا لجنه التحكيم تبع رابطه الانديه ولا تبع اتحاد الكوره؟ التظلمات، كل اللجان وكل الدنيا دي كلها المفروض اتحاد الكوره يوضحها والرابطه توضحها. تاني موضوع هنتكلم فيه هو ان احتماليه تاجيل مباراه النادي الاهلي في كاس السوبر المصري التي ستقام في الامارات. ليه السبب في الموضوع ده كله؟ النادي الاهلي في حاله وصوله لتحديد المركز الثالث والرابع، او وصوله نصف النهائي، او وصوله للمركز الاول والثاني في المباراه النهائيه. سيكون تاني يوم على طول بعد المباراه دي هتبدا بطوله السوبر المصري، فصعب جدا النادي الاهلي يلعب في السعوديه مباراه لتحديد المركز الثالث او الرابع، وبعد كده يلعب تاني يوم على طول يسافر الامارات ويلعب بطوله السوبر المصري. فاحتمال كبير تتاجل المباراه الاولى على الاقل في البطوله، في بطوله السوبر المصري، هتكون تاجيلات دي لصالح النادي الاهلي. طبعا احنا عارفين طبعا النادي الاهلي هيلاعب الفائز من اوكلاند سيتي ومن اتحاد جده السعودي. بعد كده نتكلم معاكم في موضوع ان في حسام عبد المجيد واحمد فتوح رجعوا لنادي الزمالك وخلاص كده بقوا جاهزين للمشاركة. طبعا بعد أحمد فتوح ما خف من آلام في عضلات البطن. وبعد كده برضو حسام عبد المجيد كان عنده كدمة في الركبة، اتعرض لها في المباراة بتاعة نادي المقاولون العرب اللي خلصت بتعادل 1-1. آخر موضوع هنتكلم فيه إن مستر أوسوريو أدى تعليمات للاعبي نادي الزمالك وشدد على التعامل مع الأخطاء الدفاعية ومحاولة التقليل منها وتفاديها والالتزام بالخطه طريقه اللعب وتعليمات مستر اسوريو. دي الموضوعات اللي كنت عايز اكلمكم فيها، اللي هي وجود خلاف بين الحاج عامر حسين وبين رابطه الانديه، وبرضو اتجاه لتاجيل مباراه النادي الاهلي في السوبر المصري، وتعليمات مستر اسوريو للاعبي نادي الزمالك قبل موقعة ارتا سولار، وجاهزيه احمد فتوح وحسام عبد المجيد لمباراه ارتا سولار الجيبوتي. شكرا لكم المشاهده والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.